السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزة تاكلي حاجة حلوة بس من غير سكر؟ عشان السكر غالي وكل حاجة بقت غالية. تعالى انا اقولك هنعمل حاجة حلوة كده من غير سكر، من غير اي حاجة خالص. سهلة جدا وبسيطة، وان شاء الله مكوناتها تكون في البيت، واختراع السنة الجديدة. كل سنة وانتم طيبين. وينفع كمان لرمضان. حاجة كده سهلة جدا وبسيطة، وهتعملي كمان منها كمية كبيرة. هنعمل بقى ايه هي الحاجة الحلوة؟ هنجيب الشعرية وهقول لكم هنعملها ازاي. لو بتحب الشعرية بالسكر فدي طريقة جديدة واختراع. يلا بينا. حط اللايك. اول حاجة كده معايا حلة وحطيت فيها حتة سمنة بلدي او ممكن زيت. انا حطيت الاتنين، عملت ميكس ما بين السمنة والزيت. نزلت كده بربع كيلو من الشعرية. ودلوقتي بقى احنا عايزينه يتحمر، بس مش يتحرق ولا تغمقي لونها. يعني خليها اللون الذهبي الفاتح ده، وكله هيبقى قدام عينيكي دلوقتي في الفيديو. انا بقلب فيها كده، هي على نار متوسطة علشان ما تتحرقش مني، وانتوا عارفين ان الشعرية ما بتاخدش ايه سوا معانا. انا كده ما وصلتش للون اللي انا عايزاه. هفضل بقى اقلب فيها كده لحد ما تاخد اللون الحلو جدا. الحاجه الحلوه بتاعتنا النهارده اللي هي بالشعريه ما فيهاش ولا نقطه سكر، وتنفع كمان لمرضى السكر. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. ايوه زي ما انت شفت كده، نص كوبايه عسل اسود. ده بديل السكر، بديل عسل الجلوكوز، بديل اي سكريات هتحطيها فيها، بيبقى طعمها حلو جدا. نزلت عليها كده بعد ما الشعرية اتحمرت، نزلت عليها بنص كوباية العسل الاسود، وحطت لها كده 3/4 مية. يعني انا مش عايزة، يا دوبك تغطي بس الشعرية معايا. ونزلت عليها بقى بكيسين فانيليا وهقلب. ودلوقتي بقى انا هغطي عليها واسيبها تستوي على نار هادية وتوصل لحد القوام ده، وتبقى معايا الشعرية 3/4 سوا. طعمها حلو جدا. لحد هنا لسه ما خلصناش الوصفة بتاعتنا. معايا بقى نص كيلو لبن، وزودت عليه بس مج مية. لو انتي حابة تزودي كله مية كله لبن اعمليها كده، بس انا كان عندي نص كيلو بس فحطيت له كوباية مية. وهنا بقى معايا كريم كراميل، معايا باكت من الكريم كراميل. هنزل عليه كده بالشعرية. كل ده بقى على نار متوسطة. قلبي كده كويس جدا علشان ما يعملش تكتلات منك. وهنا بقى انا ما حطيتش باكتين كريم كراميل، وهحط معلقه ونص كبيره من النشا. قلبي بقى بسرعه علشان ما يتكتلش منك. انا هنا جبت المضرب السلك علشان افك اي تكتلات من النشا اللي انا حطيته. قلبي كده في اتجاه واحد، وخلي بالك من الجناب علشان ما تلزقش في قلب الحله. من وقت للتاني كده قلبي. المهم ان انتي ما تسيبهاش على النار وتروحي تعملي حاجة. كده بدأت تتقل معايا. بلم الجناب اهو عشان الجناب بدأت تتقل معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بلم الجناب واقلبها. هنا بقى هنحط لها، ممكن تحط لها مكسرات، بس انا هنا كان عندي جوز الهند فحطت لها معلقة كبيرة، معلقة ونص كبار جوز الهند. يا سلام بقى لو حمرت جوز الهند مع الشعرية، خطوة بتبقى طعمها حلو جدا. هنا بقى ممكن تاكليها كده، بس انا ما اكتفتش بكده. عندي بقى اللي هي قوالب الكب كيك دي، نزلت عليها كده عبيتها كلها من الشعرية. عايزة اقول لكم طعمها حلو جدا. ما تمليش القب للاخر يعني، عشان لسه هنحط طبقة تاني. اهو بالشكل ده. يا دوبك بس سيبيه ناقص معلقة كده. وهنا بجيب برضو الكبات دي كلها، ما شاء الله عمل لي 14 كب. يا سلام بقى لو انتي فاتحة مشروع ممكن تضيفيها للمنيو بتاعك. حلوة جدا في الشتاء وغير الشتاء، وسهلة جدا وبسيطة، ومن غير سكر ومن غير اي تكاليف. لو انتي عايزة تاكليها كده، هي طعمها حلو جدا وريحتها تحفة. بس انا ما اكتفيتش بكده، وتعالى اقول لكم بقى التركية الاخيرة اللي احنا هنعملها فيها.
نملى بس الكبات كلها اهو بالشكل ده. خلاص كده انا خلاص بدأت كده خلاص يخلصوا. وده كان الشكل النهائي معايا. لسه بعد كده بقى معايا هنا كوباية زبادي. ممكن تستبدلي الزبادي ده بالقشطة، بس انا ما حبيتش تبقى دسمة قوي فحطيت كوباية زبادي بلدي، وعليهم بقى معلقتين عسل اسود برضو كبار. احنا هنا مش مستخدمين اي حباية سكر. عايزه اقولك ان هي حلوه جدا لمرضى السكر وسكرها خفيف. لو انت حابه تسكريها فحط لها سكر مع العسل مفيش مشكله. وهقلب ده كله كده مع بعضه وهنزل عليه برضو بالكبات دي. شايفين بقى انا قلت لكم نسيب معلقه ليه؟ علشان نعمل حساب الطبقه الاخيره دي. هحط بقى على كل كب من دول حوالي معلقتين كده صغيرين، اللي هي معلقه الشاي الصغيره. نحط بقى في الكبات كلها. خلاص كده انا حطيت لكل الكبات. دلوقتي بقى دخلتها الفرن على الشوايه بس. يا دوبك خدت لون بس خفيف وطلعت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ريحتها حلوه جدا وطعمها حلو قوي قوي. حاجه حلوه بقى من غير سكر. لو انتي بتحبي الشعريه فدي طريقه جديده وحلوه جدا هتعجبك. نوعي لاولادك واعملهم حاجه حلوه كده في السريع كده، وتكون حلوه في البرد اللي احنا فيه ده. وهي ممكن تتاكل سخنة وممكن كمان تحطيها في التلاجة تتاكل برد عادي. هنا بقول لكم ان هي طعم. شايفين القوام بتاعها حلو قوي. لو انت وصلت لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تحط اللايك وتشتركي في القناة عشان يوصلك كل جديد انا بعمله وتكبري عيلتنا بيكي. اشتركي في القناة وحط اللايك بتاعك يا قمر لو انت ما حطيتوش. يا رب يكون الفيديو عجبكم. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. ولو عاوزتوا اي حاجة اكتبولي في التعليقات. بحبكم قوي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.